أهلا بيكم من نيويورك مع باسم النشارتي في رحلة جديدة ولقاء جديد مع الإذاعية الصحفية هدى إسماعيل. اهلا بيك، اهلا استاذ باسم، وانا سعيده ان اخيرا التقينا. الحقيقه انا بتابع حضرتك على اليوتيوب من فتره، وما كنتش اعرف ان انت باسم النشارتي اللي بعد فتره هتعمل معايا لقاء. حابه جدا ان انت دخلت في المجتمع الامريكي من ناحيه الانسانيه مع المشاهير، وهم فعلا نجوم، انا بعتبرهم نجوم في البرنامج، لان الناس دي كانوا مؤثرين على المحتوى في صناعه اليوتيوب، وايضا مؤثرين في المجتمع الامريكي كعلماء. انت استضفت شخصيات كثيره جميله، وانا سعيده اكون من ضمن الكوكبه دي، فانا اللي برحب بيك. وأنا سعيد وشرف لي أن حضرتك من المتابعين لبرنامجي. يا ريت تعرفي السادة المشاهدين عنك وعن تجربتك في أمريكا. اهلا بكم، انا اسمي هدى اسماعيل، كاتبه صحفيه، اول امراه في الساحل الشرقي تصدر مجله وجريده صحفيه تتكلم عن الوجوه العربيه اللي صنعت حضاره الولايات المتحده الامريكيه. الحقيقه انا اصدرتها قبل صناعه الفيسبوك، وقبل ما يظهر شويه الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كانت صحيفه ورقيه مطبوعه. الحقيقه قدمت فيها شخصيات كتير عظيمه، وركزت على أنشطة الجالية العربية في الساحل الشرقي، بالأخص في نيويورك وفي نيوجيرسي والولايات اللي حولنا. كان لينا باع كبير جدا الحمد لله، أنا ومجموعة من الكتاب والصحفيين، منهم الأستاذ علاء الدين الأعرجي، الأستاذ وليد رباح رئيس تحرير جريدة صوت العروبة، الأستاذ أحمد محارم الكاتب الصحفي الكبير. الحقيقة ابتدينا المشوار سوا، وعشنا حوالي 10 سنين من أجمل 10 سنين إن إحنا أصدرنا فيهم جريدة لغاية 2012-13. ابتدت تقف الجريدة الورقية، لأن فعلا صناعة الجريدة الورقية او الكتب الورقيه او اي حاجه ورقيه ابتدت تنهار، ومبقاش ليها صدى عند الناس، لان اوريدي الخبر وصل. فانا ان انا اكتب جريده عشان اوصل خبر للناس او معلومه اوريدي هم شافوها على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال تجربتي في العمل الاعلامي انا اشتركت في برنامج القافله. هو برنامج عربي بيصدر من جامعه سيتن هول بولايه نيوجيرسي. البرنامج ده تأسس عام 1975 على يد جان عبجي، وهو سوري الأصل وأستاذ جامعي في الكيمياء. وأيضا الأستاذ الإعلامي الكبير باهر شعراوي انضم إليه في الثمانينات، أوائل الثمانينات، وعملوا القافلة. القافلة طبعا ده كان أول أداة إعلامية توصل للجالية العربية في فترة من الفترات ما كانش فيها أي وسيلة إعلامية، حتى الجرايد العربية ما كانتش بتوصل في الفترة دي غير فين وفين، وكل شهر مرة. البرنامج ده كان وسيله ما بين المهاجرين العرب، ما بين بعضهم وبعض، لدرجه ان هو كان بينقل الفطار رمضان والمدفع عشان الناس تعرف هم تفطر امتى، لان ما كانش في جوامع حتى، كانوا بيشوفوا بس الشمس ويعرفوا ازاي هيفطروا. الحقيقه الرحله طويله جدا في برنامج القافله. الاستاذ باهر شعراوي هو كان محاسب كبير واحد الناجين من البرجين، حادثه 11 سبتمبر الأليمة، لانه كان بيعمل اكاونتنج في احد الشركات الضرائب. وحكى كتير جدا عن تجربته وهو داخل المبنى، وكيف وازاي شاف الطياره وخبطت في المبنى الاولاني. الحقيقه احنا عشنا ايام جميله جدا لغايه ما توفاه الله هو وجان عبجي في الفتره ما بين 2019 و2020. كانوا ورا بعض، وكانت صدمه كبيره بالنسبه لي، وامنوني امانه ان انا اكمل البرنامج ده. البرنامج العربي بولايه نيوجيرسي بيصدر من جامعه سيتن هوك كما اشرت. الجامعه عاملاه للاقليات، عملته من حوالي 45 سنه. مش احنا بس اللي بنيجي يوم الاحد، احنا قبلينا ارمن وبولش، قبلينا برضو الصبح بيجي البولش بيتكلموا بلغتهم، يعني كل واحد بيجي يتكلم بلغته. كان هدف الجامعة من دعم الأقليات هو المحافظة على اللغة والهوية والدين، مش بس للأمريكان أو المسيحيين العرب، وأيضا المسلمين العرب، وكل لغة تختلف، وكل منهج وكل زي كوميونتي للناس بتوعه اللي بتتكلم لغته. فكان من حقنا ان احنا فريدم اوف سبيتش، ان احنا نحافظ على كلامنا وعلى لغتنا وعلى هويتنا. فلذلك البرنامج عايش لغايه دلوقتي وبتتوارثه الاجيال.
اكيد بعدي هياخدوا جيل بعدي تاني، شباب تاني، بس اهم حاجة ان هم بيتكلموا اللغة العربية. طب دي من الحاجات الجميلة اللي موجودة في أمريكا، دور الجامعات الأهلية، إزاي إنها بتساعد زي ما حضرتك قلتي الجاليات الأقلية أو حاجة زي كده، وتوفر لهم المكان إن هم يذيعوا منه، وإن يكون لهم نشاطات بخلاف التدريس الأكاديمي. فده حاجات من الحاجات الكويسة، نتمنى إنها تكون برضو في الجامعات في مصر يهتموا بالموضوع ده ويهتموا بالعمل المدني والسوشيال لايف around them يعني. طيب السادة المشاهدين، طبعا أنا عارف بسمع الراديو، المحطة متابعها من زمان، من أكتر من 30 سنة. بس أنت حضرتك تعرفي الناس اللي موجودة في أمريكا هنا إزاي تسمع الراديو. هي الراديو. بتيجي على طبعا على موجة الاف ام، ترددها 89.5 89.5 اف ام، او ممكن تتابعوها على الاي هارت راديو اللي هو اب بينزل فيه جميع الراديوهات من اي حتة في العالم، ممكن تسمعوها كل يوم حد من 4 ل6. اغاني عربية، احداث واخبار بتهم الجالية العربية. بنحاول نقرب فيها هي اولا هم ما قالولناش فيه محظورات، ما قالولناش مثلا ما تتكلموش في كذا ولا تتكلموا في كذا. طبعا امريكا انت عارف فريدم اوف سبيتش، بس انا حرصا على ان موجود 23 جاليه عربيه. وتعلمت برضو من الناس اللي علموني احنا نتكلم لا في الدين ولا في السياسه، عشان نبقى حلوين وعشان نبقى نحب بعض ونسمع بعض واقدر اجمعهم. وفعلا يعني انا من 15 16 سنه لما اشتركت في الاذاعه بنبعد عن النقطة دي خالص إلا لازم يكون حدث كبير، زي مثلا إن إسرائيل ضربت الفلسطين في غزة. أحداث كبيرة وقعت على الأمة العربية بنضطر نناقشها. لكن أحداث دينية، أحداث سياسية داخل البلاد بعضها البعض، البلاد العربية أو داخل الوطن الواحد، لا ما بنناقشوش وبنبعد عنه خالص وبنتجاهله من الأحسن، لأن ال 23 جالية بتسمعنا ولازم نرضي كل الأذواق. وده تقريبا يعني جابت معظم السؤال اللي أنا كنت هسأله، اللي هو سياسات الإذاعة والهدف منها والجولز اللي انتوا ناويين تحققوها. ما قلت لحضرتك هو ما قالولناش يعملوا حاجه، يعني انا جيت اشتغلت معاهم، استاذ باهر شعراوي وجان عبجي، ما قالوليش اتكلمي، مع اني انا كانت جريدتي سياسيه وكنت بتكلم في السياسه، بس انا من نفسي المنبر ده مش بتاعي، ده بتاع الناس. فما ينفعش ادخل معاهم واقعد اتكلم في السياسه واقول واعيد ويبي. انا كنت واحده من ضمن الناس اللي كانت يعني ضد التوريث، ضد توريث الحكم في مصر، يعني كنت بؤمن ان لازم يكون في انتقال سلمي للسلطه. وياما كتبت مقالات بحذر فيها من ثورات عنيفة ممكن كانت هتهز مصر. وبسبب تعنت الرئيس مبارك كان لازم يسلم السلطة أو يعين نائب ليه، ده كان أقصى طموح وأحلام لينا كناس في مصر عايشين بره بيحبوا مصر. بس طبعا العملية جت طبعا زي ما احنا شايفين كده، بس الحمد لله مصر بخير أكيد، وبلد ما زالت واقفة على رجليها وبنتمنى لها كل الخير. عامة أنا اديتك الفرصة تتكلمي في السياسة، وده رغم إن هو ضد البوليسي بتاعت القناة بتاعتنا. وهو بقول لك كنا بنعمل ايه؟ هو عامة التوريث في مصر مش توريث مجرد الحكم، it's a lifestyle unfortunately. للأسف يعني نتمنى أن ينتهي التوريث في كل الوظائف اللي موجودة في مصر. إن شاء الله هتكون أفضل، وينتهي الآفة اللي هي منتشرة هناك، عشان إن شاء الله مصر تكون أفضل وأحسن. هتاخد وقت، هتاخد وقت. تمام. وحضرتك منشن ازاي الناس تسمع الاذاعه، هي من 4 6 بتوقيت نيويورك، بس عشان ناكد بتوقيت للساده نيويورك المشاهدين. الساعة 4 هتكون في القاهرة بالتوقيت الساعة 11 بالليل. اه مصر. 11 بالليل، في توقيت القاهرة بالظبط. 11 وممكن بالليل. يتابعوها من مصر، يتابعوها من اي مكان، او يتابعوها من أو امريكا. عن WSU.net. WSU.net دي برضو ممكن يخشوا على الموقع الجامعة وهيشوفوا ال 89.5 قدامهم على طول، بيخشوا يسمعنا. أمي بتسمعني دايما وبهديها أغاني عبر المحيط، يعني عبر الأطلسي. فممكن يعني، بس هي الهدف طبعا ان احنا نقرب الناس من بعضها ونفكرهم طبعا بالزمن الجميل والاغاني الجميله، عشان ما تندثرش وعشان ما نتنساش، لان للاسف للاسف الجيل الجاي احتمال ما يكونش عندهم عربي. حضرتك عندك ولاد وانا عندي ولاد وكل اللي حوالينا عندهم ولاد، وعارفين كويس قوي ان ال10 سنين الجايين احتمال اللغه العربيه سوف تندرس. فاحنا بنحاول نحييها ان شاء الله بالاغنيه، مش بقى انه هديهم دي. حتى دلوقتي الولاد بيروحوا الجوامع بيدرسوا الدين بالانجليزي، صعب عليهم بالعربي، يعني في كتير بيتعلموه بالانجليزي عشان اسهل بالنسبه لهم.
وبرضه في الكنايس، يمكن الكنايس العربية لا، الكنايس دي مش دين على فكرة، أنا برصد حالة اجتماعية، ما بتكلمش في الدين. رصد الحالة الاجتماعية اللي أنا شايفاها، الكنايس المصرية في الغربة مؤدية دور عظيم في الحفاظ على اللغة والهوية العربية، لأنه بيخلوهم يخشوا الكنيسة عن طريق الفن، طريق الغنى، إن هم يحبوا يرنموا، يقولوا آياتهم بالترانيم. فابتدى عدد كبير جدا من شبابنا اللي موجود في الغربة، وشباب الجيل التاني بالذات، بقى يخش يتجه للكنيسة يتعلم اللغة العربية. وده اللي شفناه في المهرجان المصري الأمريكي اللي أنا فوجئت بيه، كمية مواهب مولودة هنا تتكلم مصري وعربي أحسن مننا بصراحة يعني، وما عندهمش أي مشاكل. ده يرجع للكنيسة المصرية، أنا طبعا بحييها من منبرك هذا. وبيرجع تاني برضه ما ننساش دور الأهل والبارتيز بتاعتهم اللي هم ناويين عليها والاختيارات بتاعتهم في الحياة هنا في أمريكا. فأنا في أمريكا مجتمع مفتوح وفي جميع الأشكال والألوان، وحضرتك زي ما شكرت فعلا ذكرتي دور الكنيسة المسيحية هنا في أمريكا. برضو ما ننساش دور الجوامع هنا، برضو في مدارس إسلامية كتيرة بتهتم باللغة العربية، وفي حافظة قرآن، وفي يعني زي اي مكان فيه جميع كله موجود. بتعتمد على الاسر والاختيار. واحنا دايما بركز ان في القناه بتاعتي ان امريكا culture is a multicultural. هي ثقافه المجتمع الامريكي بتتكون من عده ثقافات، بخلاف فرنسا مثلا عندهم الثقافه الفرنسيه، او في انجلترا الثقافه الانجليزيه اللي بتعتمد على الثقافه الانجليزيه. ولكن الثقافه في امريكا ان انت تتمسك بثقافتك، ده هو الثقافة الأمريكية. عدة ثقافات مع بعض، فكل واحد بيجي على حسب اهتماماته أو اختياراته، هو بيلاقي بعد كده. فطبعا بشكر حضرتك على الدور الجميل ده، ان انت بتربطي المواطنين الامريكان من اصل عربي بوطنهم الاصل بالاغاني وبالموسيقى وبالفن. المهاجرين الاوائل لغايه دلوقتي، انا يعني التارجت بتاعي مهاجرين اوائل. انا نفسي بقى الجيل الثاني، انا دخلت معايا يعني شاب من الجامعه عندنا بيدرس برضو في الجامعه، وشاب مصري بيتكلم عربي شويه يعني مش قوي، ولكن ابتدى يسحب الجيل الثاني من الشباب، ابتدى يسمعوه لانه ابتدى يقرب لهم شويه بمشاكلهم هم، بكلامهم هو، وبفتح له المكان. ولما يكون موجود انا بقعدش في الهيد الكرسي الرئيسي، هو اللي بيدور كل حاجه، هو اللي قاعد على اللي قدامه الكيبورد، هو اللي بيقول لي اعمل ايه، وخليه يشاور لي ويقول لي قولي كذا، مع اني شاب ما يكملش يعني 20 سنة، ولكن بديله الثقة بحيث ان هو يكمل معانا ويجيب غيره الشباب اللي موجودة عشان تكمل الإذاعة دي، واحنا بنديها لبعض. ما طول ما الجامعة فاتحة لنا المكان ده، فاحنا طبعا لازم يكون قد المسؤولية. وطبعا بنشكر الحمد لله يعني ان احنا موجودين في امريكا اللي علمتنا الحاجات دي، ازاي ان احنا نسلم الرايه وعدم التمسك وعدم السخريه من الصغار. بالعكس نحطهم ونساعدهم ونديهم خبراتنا، وهم مش تشالنج لنا، بالعكس يعني زي ما بيقولوا الشمعه لما بتنور من شمعه تانية مش بتقلل من شمعتها، ولكن النور بيزيد والمكان كله يستفاد يعني. جميل تعبير جميل فعلا. دي الحقيقة. تحب تسمع ايه تاني عن اعلام في عندنا؟ انت طبعا عايش في الساحل الشرقي بتقول بقالك فترة، احنا ما وصلناش لمرحلة صناعة خبر. احنا وصلنا احنا يا دوبك بننقل خبر. اتمنى يكون عندنا اعلام قوي يصنع الخبر. يعني ايه يصنع الخبر؟ يكون لي يعني اليد في صناعة القرار، وايدينا مش هتبقى في صناعة القرار غير لما يكون ان احنا متوحدين ومتجمعين ونقدر لينا تأثير في الانتخابات. فطول ما احنا بعيد عن القصة دي، طول ما احنا ناقلين الخبر ولا يمكن نكون صانعين الخبر. فأتمنى ان احنا يكون عندنا الوعي الأكثر ان احنا نصنع الخبر كعرب أمريكان. وانا بضم صوت لصوتك، وبشكرك على هذا اللقاء الجيد، ونشكرك على مجهوداتك، وان انت بتحاولي تربطي دايما الجيل المهاجر هنا والجيال التانية بالوطن الام، ويكون في اتصال البلد اللي فيها الاقارب، وما زال يعني يكون في وسيله اتصال مستمر. شكرا لحضرتك، نورتينا وانستينا وشرفتينا. أشكرك وإن شاء الله بالتوفيق جدا في برنامجك الجميل ده. سادة المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعلى أن نلتقي. لكم مني سلام.